الصدق في الخبر بداية الإخلاص، وأثير ميلا منتهى الإخلاص. إذاعة الجزائر من ميلا، نكون حيثما تكون. إذاعة الجزائر من ميلا. إذاعة الجزائر من ميلا. أخبار منتصف النهار. أخبار منتصف النهار. والبداية بالعناوين. قطاع الصحة قد استفاد من 3 عمليات بمبلغ 168 مليون دينار. قطاع الصحة يستفيد من عمليات جديدة بأغلفة مالية تقارب 17 مليار سنتيم. تم اليوم بحمد الله الافتتاح الرسمي لهذه المدرسة. افتتاح المدرسة القرآنية الرواحل بحي العوامر بميلا. تواصل تدهورة منتدى الكتاب بالمكتبة الرئيسة للمطالعة للترويج للأعمال الأدبية والفنية. تكون 30 خاطرة من الجدال الذي قام بيني وبين نفسي. متاهة غوص في أحوال النفس عبر خواطر عميقة. وطني قادر على تجاوز منتخب بوركينا فاسو. في الرياضة، المنتخب الوطني لكرة القدم يبحث اليوم عن فوز أمام بوركينا فاسو يقربه من التأهل إلى الدور الثاني من كان كوت ديفوار. نشرة الأخبار ألقاكم فيها مريم حساني لاشيلي. أهلا بكم. تميز اليوم الأول من أشغال القمة 19 لحركة عدم الانحياز بكلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها الوزير الأول ندير العرباوي، حيث دعا إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية. نستمع للوزير الأول ندير العرباوي. إن الجزائر التي تبوأت مطلع هذا الشهر مقعدا غير دائم بمجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة تلتزم بالدفاع عن قيم ومبادئ حركة عدم الانحياز على مستوى هذا الصرح الدولي الهام. وفي هذا الإطار ستسعى الجزائر إلى تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وتغليب الحلول السلمية للنزاعات وتفضيل معالجة الأسباب الجذرية للصراعات بدل الاستمرار في مقاربة احتوائها أو إدارتها. محليا، استفاد قطاع الصحة من 3 عمليات جديدة برسم برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2024. العمليات ال3 بأغلفة مالية تقرب 17 مليار سنتيم. يفصل مدير البرمجة ومتابعة الميزانية عبد المجيد عبد الصمد في ميكروفون أحمد ثابت. قطاع الصحة قد استفاد من 3 عمليات بمبلغ 168 مليون دينار. أولا تجهيز المؤسسة العمومية الاستشفائية الأخوة بن طوبال 23 مليون دينار. تجديد تجهيز المؤسسات الاستشفائية المختصة بالعثمانية 25 مليون دينار. تجديد الأفرشة للمؤسسات الاستشفائية بمبلغ 120 مليون دينار. كما استفاد القطاع من إعادة تقييم لعملية دراسة متابعة وإعادة الاعتبار وتهيئة الوحدة الطبية الجراحية بشلغوم العيد بمبلغ 25 مليون دينار. تم اليوم الافتتاح الرسمي للمدرسة القرآنية الرواحل لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية لجمعية المعالي للعلوم والتربية، وتضم 4 أفواج للصغار والكبار. يتحدث مدير المدرسة عز الدين خلاف في ميكروفون محمد رحمن. تم اليوم بحمد الله الافتتاح الرسمي لهذه المدرسة، والتي نأمل إن شاء الله أن تكون إضافة. عدد الأقسام 2 لحد الآن. عندنا عدد الأفواج 2 خاصين بالأطفال من سن 5 حتى 14. عندنا فوج تاع رجال، عندنا فوج تاع نساء، وإن شاء الله رانا في الطريق. التأطير لحد الآن عندنا 6 معلمات وعندنا معلم تاع الرجال. الجمعية عندها فروع تربوية عند شباب القيم، أطفال القيم، مختلف النشاطات. وببلدية وادي النجاة تم اليوم افتتاح المكتب البلدي لجمعية البركة للعمل الخيري والإنسانية، وعنه يتحدث رئيس المكتب الولائي للجمعية عبد الناصر قتادرة في ميكروفون عبد العالي كشاشة.
من أجل افتتاح مقر لهذا المكتب البلدي المهيكل يعني مؤخرا. هذا المقر إن شاء الله يكون فاتحة خير، هذا المكتب هذا يكون فاتحة خير على هذه البلدية. جمعية البركة هي جمعية ذات طابع اجتماعي إغاثي، عندنا يعني عدة أنشطة على المستوى الداخلي كذلك على المستوى الخارجي. بهدف ترقية المطالعة والمقروئية تنظم المكتبة الرئيسة للمطالعة بعد زوال اليوم فعاليات منتدى الكتاب الموعد اليوم مع الكاتب والروائي عبد الباسط عمورة وإصداره الجديد رواية حصاد الفرنسيس. ثقافيا دائما صدر مؤخرا للأديبة مروى بالعزام من شلغوم العيد رواية متاهتان، والتي جمعت عددا من الخواطر تنوعت في المضامين، ونتعرف عليها في هذا البورتري القصير مع محمد دحمان. هي أستاذة لمادة الفلسفة تهوى الكتابة. مروى بالعزام ابنة مدينة شلغوم العيد، أستاذة فلسفة، كاتبة هاوية، عشقت القلم منذ صغرها. كان حلم الكتابة يعني حلم بعيد، وصدر لي أول مولود أدبي تحت عنوان متاهتان. متاهتان رواية جمعت خواطر تحاكي أحوال النفس، تكون 30 خاطرة من الجدال الذي قام بيني وبين نفسي، بيني وبين كلماتي. فأحيانا أنا أتيه وسط الكلمات والحروف، ركز على حروفي فتهرب الحروف ولا أجد ما يعبر عني. وللأبوة نصيب من الشجن. عنوان أبتاه مغزاه أول شخص أثر في حياتي، أول حب، أول سند، أول رفيق، كان داعم ومشجع لي. إحساسه لي بالأمان خلاني إنه لازم نجازيه بشيء يليق بمقامه تحت عنوان أبتاه. الأمل جذوة المستقبل ودهاليز الماضي درس للحاضر. حكيت عن الأمل، أنه الإنسان في هذه الحياة دائما بحاجة إلى الأمل. أما بالنسبة إلى دهاليز الماضي، مواقف لأبني نفسي أكثر أو لربما لأتجاوزها. لمن تكتب مروى بالعزام؟ مروى تكتب لكل من يحب القلم، مروى تكتب لكل من يريد أن يجول بداخله. رواية ثانية لمروى بالعزام قيد الإنجاز. كاين مشروع أنا في صدد كتابة رواية إن شاء الله، إذا وفقني الله سأنجزها عما قريب. أنا في الصفحات الأخيرة إن شاء الله. في الرياضة ستكون كل الأنظار مشدودة أمسية اليوم بداية من الساعة 3 إلى ملعب السلام ببواكي ليفوارية الذي يحتضن لقاء المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو لحساب الجولة الثانية من نهائية الكان. المنتخب الوطني مطالب بتدارك التعادل المسجل أمام أنغولا. نستمع لهذه الصورة الصوتية التي رصدها ميكروفون عبد العالي كشاشة فيما يتعلق بهذه المباراة. حظوظ الفريق الوطني قابلت بوركينا فاسو، نقدروا نقولوا بناء على ما قدمه الفريق الوطني الشوط الاول ضد أنغولا، الفريق الوطني قادر على تجاوز منتخب بوركينا فاسو. يبقى على المدرب او الناخب الوطني جمال بن ماضي كما نقولوا تدارك الاخطاء اللي حدثت في الشوط الثاني. نتوقع نتيجه 2-0 بطبيعه الحال الفريق الوطني الجزائري. والله الماتش صعيب بزاف، ماتش صعيب مع التوقيت لوميديتي، امور شويه كاين مونك تاع لي جوار في ليكيب. ان شاء الله لا ديفيرونس تكون ان شاء الله انطلاقه تاع ليكيب ناسيونال في لاكوب دافريك. وفي رزنامة اليوم منتخب موريتانيا يواجه أنغولا بداية من الساعة 6 مساء. اللقاء الثالث يجمع بين منتخب تونس ضد مالي في تمام 9 ليلا. تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد للدور ربع النهائي للطبعة 26 من بطولة إفريقيا بعد فوزه أمس على نظيره الليبي بنتيجة 34 مقابل 19 في المنافسة المقامة فعاليتها بمصر بمشاركة 16 منتخبا. محليا في كرة القدم بطولة الهواة الجولة 13 التي ستلعب في هذه الأثناء. هلال شلغوم العيد يرحل لمواجهة جمعية الخروب. نادي تلغمة يستضيف شباب باتنا بملعب الشهيد خباز بشير بتلغمة. كما تلعب في هذه الأثناء مباريات شرفي ميلا. أجيال ميلا يواجه اتحاد رواشد، نجم بنيك الشاوي وفاق البراكة، اتحاد زغايا وداد المشيرة جيل سيدي مروان، اتحاد صنوة دفاع تبرقنت شبيبة واد العتمانية، نادي سجان اتحاد فرجيوة. أما مباراة أمل عين البيضاء أحريش أمام ترجي تجنانت فلم تلعب. هذا وتقام بفضاء المرجى ببلدية شلغوم العيد فعالية البطولة الولائية للعدو الريفي بمشاركة نحو 200 مشارك.
في نتائج مختلف المباريات ليوم أمس، يفصل محمد دحمان في هذه الورقة. كرة الطائرة بطولة القسم الوطني الأول الجولة التاسعة، وفاق تجنات مجموعة وسط شرق فاز ب3 أشواط مقابل شوط واحد لأولمبي الميلية. قسم ممتاز سيدات كرة اليد نادي فتيات ميلا فزنا ب27 إصابة مقابل 19 إصابة لنادي بش جراح في الجولة الخامسة. كرة القدم بطولة ما بين الجهات الجولة العاشرة، شباب ميلا يفوز ب5 أهداف مقابل هدف لحمراء عنابة. جهوي الأول الجولة 13 نجم قرار هدف شباب حمام سخنة 0. أمل شلغوم العيد هدف، شباب حي موسى هدفان، ترجي تلغم هدف، ملعب سطيف هدفان. الجهوي الثاني مجموعة الأولى جولة 13 وداد أمل تجنان 0 اتحاد طاهر 3 أهداف. فوتبول شلغوم العيد يفوز بهدف دون رد على سريع ولاد رحمون. المجموعة الثانية شباب فرجي ويفوز بهدفين دون رد أمام شباب رجاس. نجم تلغم 4 أهداف وفق حي عباس هدفان. إذن مستمعين بالرياضة نطوي أوراق نشرة المنتصف إلى التذكير بالعناوين. قطاع الصحة قد استفاد من 3 عمليات بمبلغ 168 مليون دينار. قطاع الصحة يستفيد من عمليات جديدة بأغلفة مالية تقارب 17 مليار سنتيم. تم اليوم بحمد الله الافتتاح الرسمي لهذه المدرسة. افتتاح المدرسة القرآنية الرواحل بحي العوامر بميلا. تواصل تدهورة منتدى الكتاب بالمكتب الرئيسي للمطالعة للترويج للأعمال الأدبية والفنية. تكون 30 خاطرة من الجدال الذي قام بيني وبين نفسي. متاهة غوص في أحوال النفس عبر خواطر عميقة. فريق وطني قادر على تجاوز منتخب بوركينا فاسو. في الرياضة المنتخب الوطني لكرة القدم يبحث اليوم عن فوز أمام بوركينا فاسو يقربه من التأهل إلى الدور الثاني من كان كوت ديفوار. في الأخير تقبلوا تحيات طاقم التحرير في الإعداد عبد الهادي زبوشي، في التنفيذ الهندسي للصوت والإخراج، وتحياتي في التقديم مريم حساني لاشيلي. بالتوفيق إن شاء الله لفريقنا الوطني. إلى اللقاء. ولمزيد من الأخبار إمكانكم متابعتنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وإنستغرام راديو ميلا، ومشاهدتنا على قناتنا عبر اليوتيوب إذاعة ميلا.